يا لماضة قلبي الصغنن ماله معرفش. شقلبت طبعه حاله متسق وراك رحال. ليه؟ طبعا الاغاني والمطربين جننونا وجننوا كل اللمدين اللي معايا وبقوا بيحبوا الاغاني زي عينيهم. طبعا انا صوتي ممكن يكون وحش بس انا متاكده عشان انا لمده انتوا هتحبوني وهتقولوا عليا صوتي حلو. المهم احنا النهارده هنتكلم في مصطلح غريب انا عن نفسي ما كنتش اعرفه بس انا عرفته. ايه هو؟ للي. يعني ايه للي؟ انت يا لمد عارف يعني ايه للي؟ اتفضل معانا قول لنا يعني ايه للي. معرفش ايه هي للي. للي مش ممكن دي تبقى اللي الناس للي. المللي اللي احنا ننزل تحت. يعني ايه مللي؟ انتوا بتسألوني اسئله انا مش عارفاها خالص. هي حاجه بتتاكل. عندها جناح صغننه مثل النسر بس صغننه شويه وهي تيجي مثل الناس عند الناس وإلها وترمي عليهم وسخ وتروح مثلهم. يلا بقى ممكن تقولولي انتوا عندكم للي ولا لا؟ عندك للي؟ لا ما عنديش للي. انا عندي للي. مش حاسه ان انا عندي للي. اديني من حبك حتى ولا انت خلاص متحتى؟ ما شفتش حد معاه للي في الرجل. لا ما عنديش للي. هو فين مكان للي دي؟ للي موجودة في الصحراء. لا ما اعرفش دي فين. للي مكانها بالبحر. ما اعرفش مكان للي. للي مكانها في الرجل. مكان للي في الشارع. للي فوق السما. تفتكر في حد قريب منك عنده للي؟ ما عنديش. لا كل عنده للي. للي في كل. يا سلام انت شاربه سلوكس. مش عارفه ما حدش عنده قريب مني عنده للي. للي دي بتتحرك على طول عشان كده ما بتروحش عند حد. ما اعرفش حد قريب مني عنده للي. ينفع ما جاوبش؟ اختي عندها للي. هو للي دي ممكن نكون بنستخدمها في ايه؟ بستخدم للي في الاكل. ممكن نستخدمها في الاكل. ايه ما بترجعيش ليه؟ ما بتاكليش ليه؟ هتفضحينا. نلعب للي. نستخدم للي في التكييف. ممكن بالعصاية بايدينا واي حاجة. يعني للي دي نستخدمها في اي حاجة بس انا معرفوش. ايوه يا ضنايا. ممكن نستخدمه ان احنا نلعب معاه كأنه حيوان. طبعا اللي معايا النهارده سكر 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 سكر، مش قادره اقول لكم انا بجد بحبهم. المهم احنا بقى النهارده عايزين نعرف ايه هي للي. للي دي بقى يا سيدي كانت مطربه موجوده زمان قوي. المطربه دي كانت موجوده سنه كام؟ 1898 واسمها الحقيقي بتع خميس. بتع خميس دي بقى يا اخويا كانت بتغني اغنيه تركيه اسمها امان يا لالي. وطبعا علشان خاطر احنا الشعب المصري لازم يحط لمساته السحريه في اي كلام،
فسموها ام للي بدل امان يا لالي. وطبعا ام للي علشان خاطر كانت بتشرب سجاير كتير، وطبعا ده غلط، اللي مدين مالهمش علاقه بالحاجات دي، انا بحذر وبنبه. المهم عشان هي كانت بتشرب سجاير كتير فكان بيغمى عليها، فلما كان بيغمى عليها كانت بتنسى تحاسب اللي هم بيعزفوا وراها الفلوس بتاعتهم. فاللي حصل ايه بمنتهى البساطه، ان الناس كلها بعد ما هي ما كانت بتفوق تقول لهم انتوا مالكمش عندي فلوس، مالكمش عندي حاجه. فكان اللي بيحصل اي حد لما كان بيروح يشتغل معاها يقول له ايه الاخبار، خدت فلوسك؟ يقول له ايه، عنده ام للي. فعشان كده اي حد يقول لك حاجتك فين تقول له عنده ام للي، اللي بتاخد وما بترجعش الحاجه. اوعوا تكونوا زي ام للي، انا بقول لكم وبنبهكم اهو. وطبعا عشان ما اطولش عليكم، ولو اي حد ليه عندي اي حاجه فانا بقول لكم من دلوقتي هي عند ام للي. تمام، باي باي يا لمدين. ما ننساش قبل ما اختم الحلقه الكومنتات ونقول مين اكتر لمد او لمده معانا، علشان خاطر هيكسب معانا حاجه مهمه جدا وهتبقى مفاجاه. تمام، باي باي يا لمدين.